ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قصتنا النهاردة من القصص الواقعية. قبل ما نبدأ قصتنا ما تنسوش تحطوا اللايك، سبسكرايب للقناة، شيروا الفيديوهات مع اصدقائكم وحبايبكم عشان قناتكم تكبر بيكم. قصتنا بتقول: انا اللي اتجوزت مرات اخويا عشان اربي ولاده، وهقول لكم حكايتي معاها واللي حصل بالظبط ما بينا من يوم الفرح. كلام كبير جدا وكلام كتير، عايزكم تسمعوه وتركزوا معايا فيه. احب اعرفكم بنفسي. انا شاب جميل جدا، اسمي حمادة، عندي 29 سنة. خلصت الجامعة بتاعتي وقضيت الجيش بتاعي كمان. من أسرة بسيطة بس محترمة وعارفة الأصول كويس. من وانا شاب قبل ما اخلص كليتي وقبل ما اخلص الجيش وكده، كنت حاسس كده ان انا حظي قليل وان انا مفيش حاجة بتكملي. لو دخلت قصة حب ما بتكملش، لو حبيت واحدة بيحصل انفصال من غير سبب، من غير اسباب معروفة. وحتى لما كنت بتقدم لأي عروسة سبحان الله الموضوع كان ما بيكملش، اجي اوصل للاتفاق ونقروا الفاتحة وخلاص نجيب الشبكة، الاقيهم بعتلي الحاجة ويقولوا لي كل شيء نصيب ومن غير اي اسباب معروفة. لدرجة ان انا بقيت خايف وشاكك في نفسي. قلت هو انا اكيد معمول لي حاجة او حد اذيني او حد عامل لي حاجة، لاني فضلت اتقدم لناس كتير لحد ما وصلت لسن 29 سنة وانا على الوضع ده. كل ما اتقدم لواحدة اترفض يا اما الموضوع ما يكملش. كان عندي اخ اكبر مني، كان من هو مولود عنده مرض مزمن، عيب خلقي يعني. ولما كبر وخلص الجامعة عملنا له عملية جراحية، والدكتور كان قايل لأهلي حاولوا يعني ان انتوا تخلوه يتجنب العصر